سنة 1985 من تأليف الشاعر عبد اللطيف البناي. تقول الأغنية: تبرح بيبي مني تبره، أعز الحال واشكي وعليه، نسه إنه تحت فيي تدره، هني الزاد وكلته بديه، ألمك نار سدرتنا وصره، وقدم له إذا أقبل هدية، وعلى نفسي أنا أجدمه وبره، وخلي دنيته دنيا الهنية، عقب هذا صفيت اليوم بره، جميع الناس تتشمت علي. تبرح بيبي، أنوح الليل وسط اليوفي حره، ألا والحالي حال الراعبية، أرددها وأقول 2000 مرة، توافيك في هالدنيا ردية، وظن عقبي ترى محد يسره، ولا هالناس يحسبها سوية. تبرح بيبي مني تبره. اللي يسمع هالقصيدة حالا يخطر على باله إن هي كلمات عاشقة حق حبيبها أو زوجها أو خطيبها اللي تحبه وتعزه ولا مكانة خاصة في قلبها، ومرت الدنيا بها وهجرها أو نساها أو أنكر محبتها وتبرى منها. حقيقة القصة فعلا الكلمات طالعة من عاشقة، لكن المعشوق ظناها حشاشة يوفها ولدها. تقول القصة الحقيقية اللي وراء هذه القصيدة إن في امرأة كويتية بنت عيلة وغنية وجميلة، وترملت وهي صغيرة، وقررت إن هي ما تتزوج وتعيش حياة ولدها اللي الله عطاها إياه، وتنسى حياتها برضاها وباقتناعها. تفننت في تربيتها حق هالولد، طلعت بأحسن صورة في المجتمع من أخلاق وذرابة وسنع، وقفت معه في كل خطوة، ساعدته في كل موقف صعب وقوته، حمته بنور عينها ودافعت عنه من قدر الزمن. هذه الميمة اللي عطائها ما في مثله في الدنيا، وقفت معه خطوة خطوة ليه ما صار يعتمد على نفسه، عيشته في خيرها وفي حلالها وما خلته محتاج حق أحد. كل هذه عطته إياه من طيب خاطرها، جدمته على كل شيء في حياتها، لأنها ميمة ولأن العطاء حق ظناها. ادفنت أي مشاعر لها كامرأة وأحيت كل المشاعر كأم. كبر وخلص الجامعة واشتغل واعتمد على نفسه. قام الولد رد الجميل ورد تربية أمه على اللي سوته كله، لكن الطريقة عكسية. تزوج زميلته اللي كانت في الجامعة ومن غير رضاها ومن غير ما تدري، ويابها البيت وفرضها عليها. حرم أمه إن هي تتحلى عليه يدخل عليها معرس، حرم أمه إن تروح تخطب له، ورقم هذه رضت لأن ظناها وحشاشة يوفها وتحبه، ورحبت بها وقالت يا هلا ومسهلا. والمثل يقول من حب وليده رافق بجنته، وهي رفقت بها. ابتدت الجنة توز في إذن الولد على أمه، ما عندها زلة على الأم محترمة وكافية خيرها شرها. إلا أمك أكيد ما تحبني لأني أنا مفروضة عليها، إلا أمك لما تسكت عني تستصغرني وتتجاهلني، إلا أمك أنانية تحب سعادتك وتكون معاها أنت بس وما تهتم أن أنا أكون معاك. وابتدت توز وتوز وتوز، وما عندها زلة على الأم إلا بهالحكي، ليه ما تأكدت إن الشيطان دخل في عقله، ووثقت إن اللي بتعرضه بيوافق عليه. قالت له فلان، قال لها سمي، قالت له عندي خيارين ما لهم ثالث، يا أنا يا أمك واقفة بيني وبينك، وإذا تبي سعادتك معاي تصرف في أمك. قال له شو أتصرف فيها؟ هذه أمي اللي ربتني ووصلتني هالمواصيل، أنا عايش في خيرها وفي حلالها. قالت له مو من شؤوني، أنت تصرف. كانت عارفة الجواب أن الولد بيبديها على أمه وبينسى كل اللي سوته، لكن شو الدبرة، شو العمل اللي تخلى عن أمه ويحافظ على خيرها وحلالها اللي هو عايش فيه؟ قص على أمه يوم قص الشيطان عليه وقال لها في أدنات عصرية:
تعالي يا يما بنروح الحديقة وبنغير جو. راحت، ولدها مستانسة معاه، قعدت وسولفت وضحكت واستانست. قال لها يا يما مسامحة ربع ساعة وبرجع لك. بطى عليها حوتته، نادت الممرضة وهي ما تدري انها هي ممرضة. قالت يا حبيبتي انت اعتقد تشتغلين في هالحديقة، ترى ولدي بطى علي وهذه رقم تلفونه، اتصلي فيه، اخاف عليه لا يكون صاده شيء، والله تعرض حق حادث. قالت لها خالتي شفتي المبنى اللي يم الحديقة؟ هذه دار العجزة، وولدك ما بيرجع لك، وولدك حطاك في دار العجزة برخص به. قالت تبرح بيبي مني تبرى، وانكسر عمرها وقامت تصيح وتنوح. قامت تتذكر اللي سوته له، قالت جدمت عليه في كل شيء وقدمت له حياتي وعمري وأيامي هدية له. أتذكر من يوم هو ياها الليالي من المدرسة أخذ الكنار وأصره وأعطيه هدية. على حظي وتوافيقي اللي شمت الناس بي يوم باعني، تصيح وتنوح في ظلمة الليل من ظلم ولدها لها. ووصلت القصة حق أهل الأستاذ عبد اللطيف البناي مع بعض الجمل اللي قالتها الأم، وساقها بهالأغنية اللي غنتها الأستاذة نوال بأسلوب جميل لكن معناها مؤلم. تصوروا هالولد اللي سوى كله في أمه وعاقها وخلاها في دار العجزة كأنها يتيمة ما عندها ولد، ما قالت عليه حسبنا الله ونعم الوكيل فيه، خافت عليه من غضب الله، عطت الجنة ورضاها وعطاها النار وعقوق الوالدين. قلب الأم حتى في الغضب ما قدرت تدعي عليه، حتى في الخذلان منه ما قدرت ترفع يدها وتقول يا الله يشوفه في عياله. على الأميمة اللي ما تتقارن بحد في الدنيا، على الأميمة اللي عطائها ما في مثله، لا تعطي جنة ولا يعطي نسيب ولا تعطي بنت ولا تعطي أخت، عطاء نابع من القلب وقوي ويمتد العمر كله. على الأميمة وقلب الأميمة. حاولت أتبحث وأعرف إيش صار في هالولد عقب ما رمى أمه في دار العجزة، ما قدرت ولا حد عرف علومه. قمت أسأل أقول يا ترى إيش سعيد مع مرتك يوم حطيت أمك في دار العجزة؟ يا ترى اكتفيت بحب مرتك ودعوة أمك اللي تنفتح لها السماوات ويسخر لك الأرض من يمشي عليها؟ يا ترى عيالك إيش سووا لك؟ عاقوك مثل ما عاقيت أمك؟ لو وفوا فيك وأنت ما تستحق؟ ما عرفت الجواب وتبحثت وما حصلت معلومة، لكني عرفت أن في قانون إلهي إلا الوالدين والجنة واحد، وعقابهم في الدنيا قبل الآخر. في النهاية هو اللي خسر يوم كسر قلب أمه وخان الحب اللي قدمت له. وربي يحفظ أمهاتكم ويرحم أميمتي، والقاكم في الفنيال الجاي، ومع السلامة.